الحبايب الغاليين. بص يا حبايب، احنا عايزين نتكلم كلام واقعي وصريح عن الأوضاع اللي كلنا عايشينها في الوقت الحالي. الوقت الحالي فعلا صعب، في أزمات كتير، تقريبا ما فيش حد ما بيمرش بأزمة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. احنا طبعا ما فيش أي اعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. بس هي الفكرة خلاص، يعني احنا لما بنبقى في أمر واقع ما، زي لا قدر الله لا قدر الله لو حد أصابه مرض ما، فبيبدأ يدور على الطبيب والعلاج وياخد بالأسباب اللازمة إن هو أموره تبقى كويسة صحيا، ويعالج ويشفى من المرض اللي هو فيه. هو نفس الوضع اللي احنا فيه ده مرض، وان شاء الله مرض عارض، يعني هيعدي كده ان شاء الله ويمر. يعني المرض ده اعراضه عباره عن غلاء، عباره عن عدم مقدره على تلبيه احتياجات كتير في حياتنا، عباره عن ضوائق بنمر بيها، عباره عن عدم قدره على سداد بعض الالتزامات، حاجات كتير على فكرة. الناس برضو اللي هي عندها مصالح وعندها بيزنس وكده، فهي بتعاني في امور كتير جدا، بتعاني في حجم المبيعات بتاعتها، بتعاني في الارباح بتاعتها، بتعاني في توفير المستلزمات بتاعتها او توفير حتى البضائع اللي هي بتبيعها، بتعاني في اشكال الاجراءات كمان المرتبطة بتنظيم العمل بتاعها. خلينا نتكلم عن الموضوع اللي هو في اطار العائلي اكتر، اللي هو التزام تجاه العيله، تجاه البيت، تجاه الاحتياجات. طبعا مفيش حد فينا، ومن زمان قوي قوي قوي، ولو رجعنا لفيديوهات قديمه واحنا بنتكلم مع بعض من زمان واحنا بنقول احنا لازم نعيد صياغه اولوياتنا. نتجنب اللعب في النقطه بتاعه التعليم بتاع الولاد، لان تعليم الولاد، التعليم الكويس هو ده الحاجه اللي هي فيها مصلحتهم ومستقبلهم، والحاجة اللي هي ممكن ترسم لهم خير ان شاء الله بإذن الله في حياتهم اللي جاية. انما في حاجات كتير قوي احنا ممكن نعيد صياغة، او مضطرين، او الزاما علينا، او غصب عننا ان احنا نعيد صياغة اولوياتها او احتياجاتنا ليها. طبعا فاتورة الغذاء بقت غالية جدا، فبدأنا ان احنا كلنا نشيل حاجات من بنود من الفاتورة دي، نقلل حاجات، نغير حاجات بحاجات. طبعا احنا ملناش علاقة خالص باللي بيتقال بتاع يعني الامور اللي هم بيوجهوا الناس اليها، وده طبعا غير مقبول. مصر بلد خير، والبلاد العربية كلها بلد خير، انما مصر تحديدا بلد خير كبير جدا، والناس كلها عونا لبعض حتى يوم القيامة يعني. انما الفكرة احنا بنتكلم عن احتياجاتنا في البيوت. لا طبعا الصياغة اختلفت، الاحتياجات اختلفت، البنود اختلفت. في بنود ما كناش بنجيبها بدأنا نجيبها، في بنود كنا بنجيبها بدأنا ان احنا نقللها او ما نجيبهاش خالص. اوكي، وده امر طبيعي جدا. نفس الحكاية بالنسبة للحركة، بالنسبة لو في مثلا نزهة، فسحة، الكلام ده كله اتغير تماما تماما تماما. الفكرة في الأساس إن إحنا عايزين نقول شوية حاجات كده مهمة جدا في النقطة دي، أهمها إن هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، الأخذ بالأسباب. نعرف إن هي كل حاجة ليس لها من دون الله كاشفة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما الأزمات دي خلقت فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فهي برضه هتفرج وتتيسر بيد الله سبحانه وتعالى. احنا بس نتوكل على الله ونرضى بما نحن فيه، وناخد بالأسباب ونسعى بجدية. السعي بجدية معناه ايه؟ معناه ان انا اي فرصة عندي ان انا ممكن اتعب واشتغل وادر دخل اعملها. مش معنى ان انا مثلا بشتغل وظيفة معينة او بشتغل شيء معين خلاص كده، لو انا عندي وقت اعمل اي حاجة اتعلمها من على النت، ابدأ ان انا اتحرك بيها، اشتغل بيها، اجيب منها فلوس. الكلام ده كله بقى سهل ويسير جدا، والكلام في الاساس النقط اللي زي دي هيبقى يعني طبعا احنا ككبار لازم واجبا علينا ان احنا نتعلمها ونعملها. اتمنى طبعا، بس هي طبعا الشباب هم اولى بيها. احنا قبل كده برضو كنا اتكلمنا عن يعني يمكن من فترة طويلة عن توجهات الشباب نحو الكليات وكده، وقلنا ان هو يا ريت الشباب ان هم يروحوا الكليات اللي هي فيها
يعني ظروف مستقبليه افضل، وفي نفس الوقت يشتغلوا على نفسهم، يشتغلوا على نفسهم بان هم يتعلموا مهارات، يشتغلوا على نفسهم بان يتعلموا برامج من على الانترنت، يتعلموا مهن حرفيه. مفيش مشكله خالص. الفكره ان هو كل واحد دلوقتي محتاج ان هو وقته راس ماله يتحول من وقت الى دخل. ده مهم جدا. طبعا هي فيها مشقه وفيها تعب وفيها يعني ان احنا اجهاد شديد، بس كله في الاول بيبقى صعب وبعد كده الامور كلها بتتيسر. يا ريت الشباب بياخدوا الكلام ده بجديه. احنا اللي عنده كليه واللي عنده حتى مدرسه وكده، خلاص انت بتخلص دراستك بترجع البيت بتذاكر شويه، اوكي مفيش داعي بقى ايه ان نخرج مع صحابي بتاع، لا اوكي ما اخرج مع صحابي بس يعني يوم في الاسبوع، نص يوم في الاسبوع. انما الفكره ما يبقاش الوضع ده كل يوم. انت كل يوم ممكن تتعلم حاجه، انت كل يوم ممكن تضيف لنفسك حاجه، انت كل يوم ممكن ان انت يوم ورا يوم ورا يوم في نهايه الاسبوع او في نهايه الشهر بتكون بتعمل حاجه بتجيب لك فلوس، بتساعد نفسك، بتساعد اهلك، مفيش مشكله خالص. الامور دلوقتي كلها محتاجه تضافر كل افراد العيله. اوكي، في دول كتير جدا لما بتيجي تحسب دخل الاسره، بتحسب دخل الاسره مكونه مثلا من 4 أو 5 افراد، دخل الاسره بشكل عام قد كذا، هو ده اللي هيبقى يخليها تتجاوز حد الفقر او حد الاحتياج. وده على فكره يعني الالفاظ اللي انا بقولها دي مش الفاظ عيب، الالفاظ اللي انا بقولها دي الفاظ اقتصاديه سليمه جدا يعني. فده مهم جدا ان احنا نحول وقتنا لفلوس، ان احنا راس المال بتاعنا اللي هو الوقت نتعلم فيه مهارات، نتعلم فيه حاجات كتيرة جدا ونوصل بيها، مع طبعا زي ما قلنا من شوية ان هو بداية تغيير نمط الحياة، سواء النمط السلوكي في موضوع معلش طبعا الفسح والخروج والسفر وخلافه، والنمط الاستهلاكي من الاكل والشرب واللبس والى اخره. واعتقد يعني كلنا عارفين خبايا كده في موضوع مثلا اللبس والحاجات دي، نقدر ان احنا نجيب منها حاجات كويسه باسعار كويسه، وده متاح في كل حته وفي كل الدول على فكره، مش في مصر بس. القاعده الاساسيه اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هي القناعه والرضا والتوكل على الله، ده مهم جدا. نيجي بقى للتعاملات اللي بيننا وبين بعض. احنا المفروض ان احنا نلتزم التزام شديد بالاحسان تجاه بعض، بالمعامله الطيبه تجاه بعض، بان احنا يعني نبقى دايما سند لبعض. اللي يقدر ان هو يسند اخوه في امر ما يتاكد ان هو ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذله، ومش هيضيع مجهوده، ومش هيضيع ما انفقه تجاه اخيه. يعني ما ينقص مال من صدقه، نعتبرها صدقه. ربنا سبحانه وتعالى بيخلف كل منفق من وسع، من كتير. اللي عند ربنا لا ينفد. فيا ريت ان احنا دايما نبقى مساندين لبعض. ومساندين لبعض على فكره مش بالضروره ان انا اطلع فلوس من جيبي واديها لحد، او اجيب مثلا اكل، او اجيب احتياج معين واديه لحد. لا، ده انا لو ساندتك بالقول وبالنصيحه وباللفظ وبالابتسامه اللي على الوش والى اخره، يعني الطاقه الايجابيه نفسها اللي احنا ممكن ننشرها بيننا وبين بعض دي مهمه جدا. الاحسان له مظاهر كتير جدا. بالله عليكم يعني نحسن لبعض ونحب بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويفرج عنا ما نحن فيه. يعني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا محتاجين نتغير للاحسن، محتاجين القلب يبقى سليم اكتر، محتاجين ان احنا نسند بعض اكتر. بلاش ان احنا يعني ايه ندور على اخطاء بعض، وبلاش ان احنا ندور على اذلال بعض، وبلاش ان احنا ندور على ان احنا ازاي نضعف بعض. لا، لو ساندنا بعض اللي بيسندني هينجح، وهيساعدني كمان ان انا انجح. ولو المجتمع كله نجح الدنيا هتبقى لطيفة وجميلة وحلوة، ومحدش هيزعل، والله ما حد هيزعل. وفي الاخر كل واحد عليه نفسه، عليه اللي مسؤولين منه. ما تنتظرش حاجة مثلا دولة تقدم لك شيء، حكومة تقدم لك شيء. كل الدول وكل الحكومات عندها مشاكل لا حصر لها. فسبحان الله يعني اتعب واشتغل بنفسك وعلي من قدراتك وخليك حلو مع اللي حواليك. كل حاجة هتبقى جميلة وحلوة، وربنا ان شاء الله بإذن الله هيفتح لنا أبواب الخير.
اتمنى تكون الفكره اللي انا كنت عايز اطرحها وصلت. اتمنى اكون يعني حطيت كده يعني ايه ايدي وايدكم على شويه نقط كده تخرجنا نوعا ما من اللي احنا فيه. واهم حاجه الرضا والقناعه والحب في الله. ربنا يبارك فيكم، ودايما دمتم سالمين.